أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات العلاج الكامل والشامل والوافي لمرضى الأورام. دور الطبيب المعالج مش إنه يكتب العلاج فقط، ولكن بنبحث عن سبب الورم ذات نفسه. طبعا في أحيان كتير ما نبقاش عارفين الأسباب، والسبب هنا مش نوعية الحياة أو ولكن على نوعية أو المسبب الجيني لهذا الورم، وهل المسبب الجيني ده له علاج ولا لا. ساعات كتير المرضى بيقولوا لي يا دكتور احنا عايزين نعرف سبب، وهل هو وراثي ولا لا. طبعا ده بيعتمد على نوعية الورم اللي احنا بنتعامل معاه، مرحلة الورم، وفي نفس الوقت نوعية الخلل الجيني اللي هنطلبه. مش نفس الخلل الموجود في كل الأورام، ولكن الطبيب المعالج بيختار الخلل الجيني المعترف به والمعتمد لدى الهيئات العالمية لكل ورم. المريض بيطلب الخلل الجيني ده أو التحاليل الجينية، وهي متاحة في أماكن كتير جدا، وبعض الشركات أو بعض الناس بتقدمها بالمجان. طبعا الدولة لا تألو جهدا في توفير هذه الخدمات. إيه اللي هيفيدني من تحليل الخلل الجيني؟ اللي هيفيدني عدة حاجات. رقم واحد، أعرف في خلل ولا ما فيش، ولو عرفت في خلل ولا ما فيش يبقى الخطوة الثانية معرفة هل الخلل الجيني ده متوارث وينتقل للأبناء والأحفاد، وهل موجود في أفراد العيلة ويستدعي الكشف المبكر أو الفحص المبكر عن الأورام. النوع الثاني أو الهدف الثاني من التحليل هو تحديد خطة العلاج. بيجي لي مرضى كتير ويكون الورم موجود في المرحلة الرابعة، ومجرد ما احنا نعمل التحليل الجيني ويطلع الخلل الموجود يبقى علاجه عبارة عن نوع معين من الحبوب. ألاقي الأهل بيستغربوا، يعني يا دكتور مش هياخد علاج كيماوي؟ فأقول لهم لا، هو الحباية وهي فيها الشفاء إن شاء الله. العلم تقدم، ومع تقدم العلم بفضل الله سبحانه وتعالى بقى في علاجات للأورام السرطانية حتى في المرحلة الرابعة. شفى الله الجميع وكان خطة علاجهم بالشفاء التام إن شاء الله.